جزاء سنمار. هو مين سنمار ده وإيه اللي كان جزاؤه بالظبط؟ تعال أقولك. الملك النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان عايز يبني قصر لا مثيل له، وفعلا أمر بإحضار مهندس يبني له القصر ده. المهندس اسمه سنمار، كان أشهر مهندس ساعتها. كان بيحلم سنمار بعطايا الملك بعد ما يخلص بناء القصر ده. سنمار عمل كل اللي عليه وبنى القصر على أكمل وجه، وجه الملك النعمان عشان يتجول في القصر ويستلمه. اتجول في كل أرجاء القصر واستلمه وانبهر بكل تفاصيله المعمارية الجميلة الفريدة فعلا. ولكن سأل سؤال لسنمار، قال له: يا سنمار، انت تقدر تعمل أحسن من كده؟ قال له سنمار: أنا لو عايز أعمل أحسن من كده هعمل، أنا أقدر أعمل أحسن من كده طبعا. الملك طبعا كان عايز القصر بتاعه ده يبقى أحسن قصر على وجه الأرض، ومش عايز حد يعمل قصر أحسن منه. أمر جنوده إن هم يرموا سنمار من فوق أعلى القصر عشان يضمن إن سنمار ما يعملش قصر أحسن من القصر ده، وده كان جزاء سنمار.